هل الكلاينت البريميوم لازم يكون اوير؟ ممكن ناس تكون ان اوير بالمشكله اللي عندها او واعيه بالمشكله بس مش واعيه بالحل. اغلب الناس للاسف بتتنافس على الفئه الواعيه. هل انت جربت تعمل اعلانات فيسبوك قبل كده وما لقيتش نتيجه؟ طب تعالى خد كورس فيسبوك. فدي ناس بتبيع على طول، هي بتبيع للناس البرايس شوبرز زي ما قلنا، دي ناس واعيه بالحل. لكن هل انت عندك مشكله مثلا في الاي كوميرس ستور بتاعك، حاولت ان انت تبيع قبل كده، يوم بتبيع يوم مش بتبيع؟ طب الموضوع هنا ملوش علاقه بقى بالاعلانات الفيسبوك خالص، لكن انت تعمل فانل تسويقي وميزه الفانل كذا وكذا وكذا، فانت هنا وعيته بحل جديد اصلا وبعد كده انتروديوست البرودكت بتاعك. فهنا ساعتها هو لو اقتنع بالمفهوم الجديد بتاعك مش هيقول لك السعر غالي، لانه اصلا انت بتقدم حاجه مفيش غيرك بيقدمها. انت لمست حاجه هو ما كانش فاهمها عنده، وعيته خليته يقول اها انا عندي دي. ده ميك سنس. وده اصلا الكونسبت اللي قايم عليه فكره الويبينارز. يعني الويبينارز اصلا قائمه على فكره اوكي انا هجيب ناس معايا في 90 دقيقه هوعيهم لمشكله عندهم بحل غير مألوف انا بقدمه، والحل ده انا عامل له باكجينج في الاخر على شكل الاوفر اللي انا ببيعه. فساعتها عشان كده الويبينارز بتبيع اويرنس اكتر. هي اويرنس. هي الويبينارز بتمسك كل حاجه فروم اويرنس تو كونفرجن، يعني مش هنقدر نقول انها ماسكه حاجه معينه، بس هي بتمسك من اول الاويرنس. ودي حاجه انت ما تقدرش تعملها في اعلان بس، يعني ما تنفعش تطلع في اعلان 90 ثانيه توعيهم وتقول لهم على المشكله والحل والبرودكت وروح اشتري.